الكتاب مثلا very important وبيجي منه حاجات كتير جدا في الامتحان. راجع بعض الحاجات. طبعا بيجي لنا سؤال للتعريفات زي الكلمات اللي قدامنا دي. the first one is shift. طيب هي ايه في دول؟ to give medicine or treatment to someone، ولا the sound of many people talking or machines working، ولا a situation or experience with many ups and downs often emotional عاطفي يعني very sad or upsetting حزين ومزعج a state of complete confusion and disorder ارتباك يعني giving a feeling of satisfaction اللي هو الرضا or pleasure سعادة because you helped someone or achieved something good. achieved يعني أنجزت أو حققت. a set period of time that a person works اللي هي فترة محددة من الوقت اللي الشخص بيعمل especially خصوصا in hospitals factories at so on يعني إلى آخره. يبقى هي shift هي a set period of time that a person works especially in hospitals factories at so on. buzz. كلمة buzz to give medicine or treatment to someone، ولا the sound of many people عدد صوت عدد من الناس الكتير talking بيتكلموا or machines أو الآلات working بتعمل يبقى هنا buzz the sound of many people talking or machines working. number 3 administer اللي بيقدم الدواء. مكتوبة كده في الأولى بيقول لي to give medicine or treatment to someone بيعطي الدواء أو العلاج لشخص ما، يبقى administer number 3 هتبقى مع الأولى. number 4 attention. يعني ايه attention؟ ان انا اعطي انتباه او رعاية كاملة او انتبه لشيء معين. بيقول لي هنا care or notice الرعاية او الملاحظة given التي تعطى to someone or something لشخص او لشيء. victim. كلمة victim معناها ضحية. طب تعالى نشوفها كده مع بعض. a person الشخص who has been hurt الشخص الذي جرح killed قتل or affected by أو تأثر بواسطة something bad أو تأثر بشيء سيء like an accident or a crime زي حادثة أو crime جريمة. chaos شوف كده أهو a state of complete confusion هي فعلا فوضى complete confusion ارتباك or disorder أو فوضى. heart breaking اللي هي القلب المكسور أكيد طبعا very sad or upsetting طيب rewarding يعني محفز أو مكافئ رد للجميل. هنشوفها كده مع بعض. بيقول لك giving a feeling of satisfaction ان انا اعطي احساس من الرضا or pleasure او السعادة because you helped someone or achieved او ان انت انجزت something good حاجة كويسة اسمها rewarding. roller coaster. الرولر كوستر يا ولاد زي المراجيح سايق القلابة مرة فوق ومرة تحت موجودة عندنا طبعا. بيقول لي هنا a situation or experience موقف او تجربة with many ups and downs مرة فوق مرة تحت often emotional يعني دايما بتكون حاجة عاطفية. كده انتهينا من السؤال الجميل اللطيف ده عن مجموعة من التعريفات أو الكلمات المهمة في منهجنا. إن شاء الله بإذن الله نتقابل في حلقة تانية، بس أنا عايزكم تذاكروا كويس علشان تحققوا نتائج كويسة وإن شاء الله تقفلوا في اللغة الإنجليزية. كل شوية نحط فيديو جميل هيعجبكم وإن شاء الله بإذن الله تلاقوه في امتحان آخر السنة. وشكرا ليكم.